ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ خلينا نخش في الموضوع على طول من غير ما نطول، بس ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك. وخلينا نبدا. زي ما انت شفت في عنوان الفيديو ده بيتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي تريجر. لو مش عارف يعني ايه تريجر فاحنا هنشرح في الفيديو دوت، وهندي امثله على اكتر 10 تريجرز بيتم استخدامهم في اغلب تقريبا 90% من الورك فلوس في ان والسيستمز. خلينا نبدا باول واحد، يلا بسم الله. واول تريجر معانا قبل ما نخش عليه خلينا نشرح سريعا يعني ايه تريجر. تريجر هو الحاجه اللي بتبدا الورك فلو، بمعنى ان لو حصل حاجه معينه اللي هي تريجر دي، الحاجه المعينه دي هي التريجر. لو حصلت الحاجه المعينه ديت تبتدي الورك فلو بتاعي، او تبتدي السيستم، يخلي السيستم يبتدي شغل. فباختصار لو مفيش تريجر، لو التريجر غلط، الورك فلو عمره ما هيبتدي. ومهما كان الورك فلو بتاعك معقد او مميز، مش هيشتغل كويس لو الورك فلو بتاعك بادئ بتريجر غلط. فالتريجر حاجه مهمه جدا في ان احنا ان شاء الله هنيجي نتكلم هنا عن اهم 10 اللي هم تقريبا الورك فلوز 90% منها بتحتوي على ال10 دول. مش كلهم طبعا مع بعض، بس في واحد منهم يعني. وال10% التانيين بيبقوا في حالات خاصه جدا. خلينا نخش على اهم واول تريجر معانا، وهو الويب هوك. مش عايز اتكلم كتير على الويب هوك، خلينا نشوف مثال على طول. عندك الورك فلو دوت او السيستم دوت، انا كنت عامله قبل كده. بيعتمد في بدايته على الويب هوك زي ما انت شايف. الويب هوك ده جاي منين او بيعمل ايه؟ فعايزك تفكر فيها كده. الويب هوك ده زي شبكه انت بتبقى حاططها، وبتستنى حاجه معينه تحصل. اول ما الحاجه دي بتحصل، الويب هوك ده بالشبكه دي بتلقطها وتجيبها عندك على ان 8 ان. في الحاله ديت او في السيستم دوت، الحاجه هي ان في اداه اسمها فاير فلايز. الأداة ديت باختصار هي أداة بتشغلها وأنت بتعمل ميتنج مع أي حد، وبتلقط الكلام اللي أنتوا بتقولوه، بتطلع لك في الآخر السكريبت أو الكلام اللي أنتوا قلتوه. تمام. فالأداة ديت بعد ما تخلص البروسيسنج بتاعها والكلام ده كله، أنا أخليها تبعت ويب هوك لل ان بتاعي او الويب هوك دوت. هو الويب هوك دوت هو تريجر هنا، واول ما يتبعت السيستم دوت كله هيبتدي. تمام. طبعا لو عايزين شرح السيستم ده بالكامل، لان هو السيستم ده بيتكون من 2 ورك فلو. لو عايزين شرحه بالكامل ممكن نعمل ده في فيديو تاني، ولكن دلوقتي احنا بنشرح التريجرز يعني ونخلصها اسرع. دلوقتي معانا تاني تريجر. التريجر التاني هو لما حد يبعت لك رساله، سواء على الواتس، سواء على التليجرام، او سواء حتى في الاون شات بتاعت ان ذات نفسها، بس دي مش بنستعملها قوي يعني، بس هي اوبشن موجود عندك. في طبعا حاجات تانية زي سلاك. اي تطبيق عموما بيبعت لك عليه رساله، ممكن تخلي لما الرساله تتبعت لك عليه يبقى هو ده التريجر بتاعك. خلينا اديك مثال على التليجرام تريجر، ودوت مثال احنا عملناه في الفيديو اللي فات. في السيستم ده، السيستم دوت احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، شرحنا نصه، هننزل الجزء الثاني قريب باذن الله لو انتوا عايزينه يعني. فالسيستم دوت باختصار انت تقدر ترجع وتشوف الفيديو. بس احنا بنبتدي السيستم بتاعنا او الورك فلو دوت لما حد بيبعت لنا رساله، او لما احنا بنبعت لحد رساله. لان احنا هنا بص، احنا عملنا كونكشن للتليجرام بالبوت بتاعنا. فدلوقتي البوت ده هو اللي اول ما يتبعت له رساله التريجر ده بيفاير. تمام، فهمت الموضوع ده؟ هو ده التريجر. من الاخر بتخش وتكلم البوت على التليجرام، وتقدر تشوف ده في الفيديو اللي فات. الموضوع يعني بسيط، مش صعب خالص، وسهل انك تعمله، سواء تليجرام او واتس او ايا كان بقى التطبيق اللي انت عايز تعمل عليه. والتالت تريجر معانا هو الار اس اس فيد، ودوت بنستعمله بنسبه كبيره للاخبار. اللي هو بيعمله باختصار ان هو بيفضل مراقب اخبار عن حاجه معينه انت بتبقى قايل له عليها، واول ما ينزل خبر عن الحاجه دي بيعمل فاير للتريجر دوت وبيبعتها في ان ان. لو عايز تشوف مثال يعني مباشر، هوريك كمان ازاي بتجيب الاخبار. يعني بص، انت بتيجي هنا بتكتب جوجل ار اس اس فيد، هيطلع لك اعتقد اهو تاني واحد. خش هنا وقول create an alert about، تعال نقول مثلا ان احنا عايزين اخبار عن التنس، هتكتب تنس. بعد ما تكتب الحاجه اللي انت عايز الاخبار عنها، بتيجي على الكلمه، على القلم ديت، علامه الايديت، وبتختار السيتنجز اللي انا وريها لك دي. بتختار اولا اللغه اللي انت عايزها في ايه، يعني عربي، انجليزي، إيه اللغه اللي انت عايزها. وبتيجي هنا بتختار في الريجن برضو يعني انت مثلا عايز الاخبار دي تبقى من امريكا، عايز الاخبار دي تبقى من اي حته، فاحنا هنا هنخليها على اي حته، مش فارقه معايا. وهتدوس بقى هنا، دي اهم حاجه deliver to، هتختار ار اس اس feed. تمام. انت كده خلصت، هتدوس ابديت اليرت، وهتيجي على العلامه اللي هي بتاعت الار اس اس، العلامه ديت اللي على الجنب، هتدوس عليها وهتاخد اللينك ده. تاخد اللينك ده كوبي، وتروح على الار اس اس feed تريجر بتاعك في ان ان، هتعمل بيست بس، وهو كده اشتغل. لو انت عملت ببلش، كل لما ينزل خبر عن التنس في الريجنز وفي الاماكن اللي انت اخترتها وفي اللغه اللي انت اخترتها، هيتبعت لك هنا اهوت، وتقدر بقى تبدا الورك فلو بتاعك. تعال نشوف مثال. يعني هنا نعمل تيست كده ونشوف الاخبار اللي هتطلع عن ايه. فانت لو جيت هنا قريت، هتلاقي ان الخبر دوت عن التنس زي ما انت شايف. تقدر توقف الشاشه وتقراه لو عايز. دلوقتي خلينا نخش على رابع تريجر نشرحه، هو الفورمز تريجر. التريجر ده ببساطه بيشتغل لما فورم بيتملي. ممكن الفورم دوت يبقى من ان ات ان، زي ما انت شايف الفورم دوت من ان ات ان،
ممكن يبقى من اي حاجه من السوفت وير زي تالي، جوت فورم، الحاجات ديت يعني. او ممكن يكون حتى فورم انت عامله على الويب سايت خاص بيك، ديفلوبر عامله لك او اي حاجه يعني. باختصار بس طبعا لو ديفلوبر عامله لك يعني هتحتاج يبعت لك هو ويب هوك، وهيبقى الموضوع بويب هوك لان انت مش هتلاقيه هنا. ماشي، بس احنا هنتكلم عن الفورمز يعني بشكل عام. فتعالى هنا اوريك مثال على الموضوع دوت بشكل عملي. انت هو هتدوس في اكسكيوت ورك فلو، بما ان احنا هنا بنتست ومش عاملين لها ببلش لسه. هندوس هنا وهنعمل سبميت. زي ما انت شايف على طول الورك فلو هيشتغل، زي ما انت شايف قدامك هيشتغل وهيعمل اللي احنا طالبينه منه بعد ما الفورم يتملي. بس التريجر الاساسي واللي بدأ الورك فلو هو لما حد يعمل سبميت للفورم بتاعه. دلوقتي يلا نخش على التريجر الخامس. التريجر الخامس هو بصراحة حاجة سهلة جدا، مش محتاجة مثال حتى. هو كل اللي بيحصل هنا ان انت اول ما بيتملي عندك على الكالندر ميعاد معين لاي حاجة، التريجر بيبتدي. بس كده، سواء الكلام دوت بيحصل على كالندلي او على جوجل كالندر. بس طبعا كالندر بيحتاج ان انت تدفع في الحاله ديت عشان تعمل التريجر بتاعه، ولكن جوجل كالندر هو شغال ببلاش عادي. كل اللي بتعمله ان انت بتيجي تحط الكالندر بتاعتك، بتحط الكريدنشالز وده شرحناه في الفيديو اللي فات. بتيجي وبتسجل بجوجل عادي جدا، الموضوع سهل يعني. وبتخلي التريجر هنا ايفنت كرييتد وبس كده. اول ما ايفنت بيتعمل له كرييشن او بيحصل يعني اول ما حد بيسجل ميعاد الكالندر بتاعتك، فالورك فلو بتاعك هيبتدي. عندك ده واحد من اهم التريجرز برضو دوت، بيبدا لما الفاتوره بتدفع او الانفويس بتدفع. ده ممكن يكون من خلال باي بال او سترايب، بس احنا طبعا هنستخدم باي بال اكتر، لان سترايب عشان تستخدمه لازم اعتقد ما تبقاش جوه مصر او ما عندك حساب امريكي في البنك حاجه كده يعني. ولكن باي بال شغال عادي زي الفل. وده مثال طبعا ورك فلو معقد الى حد ما، ولكن احنا مش هنشرح كل ده، احنا بس عايزين ايه التريجر بتاعه. انا طبعا مش عامل انفويس ولا حاجه لان دي مواضيع يعني، عشان تعمل تريجر ده وتعمل مثال عنه لازم يعني تدفع فلوس حقيقيه للانفويس. باختصار هو باي بال بيديك اوبشن ان انت تعمل فاتوره وتبعتها لحد، تبعت اللينك بتاع لحد وهو بيدفع على طول والفلوس بتجيلك عليها. اول ما الفلوس تجيلك الورك فلو بيبتدي. زي ما انت شايف الورك فلو ده هنا عملته تريجر مانولي، يعني لما ادوس كده يبتدي الورك فلو عشان ما عنديش الاوبشن يعني ان انا اعمل انفويس وكده. سابع نوع من اهم انواع التريجرز وهو الداتابيزز او قاعده البيانات. فاللي بيحصل هنا بسيط. تعالى اوريك مثال برضو في نفس المثال الاول اللي احنا شفناه، الورك فلو التاني بتاع السيستم اللي انا عامله دوت. فايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان انا بعد ما باخد الترانسكريبت زي ما قلت لك، الويب هوك ده بيشتغل اول ما فاير فلايز خلاص يعمل ترانسكريبت او السكريبت يعني بتاع الكلام اللي انت قلته في الميتنج، وبيبعت لك ويب هوك بتاخد الميتنج اي دي وتجيب بيه الترانسكريبت. وبعد كده بتنظف الداتا هنا، الخطوه دي بس لتنظيف الداتا، وبحطها في الداتابيز بتاعي. الداتابيز دي عباره عن جوجل شيت. تعالى اوريهولك. فعندك الداتابيز عباره عن جوجل شيت. اول ما بتحط هنا رو او اول ما بتملى يعني اي حاجه هنا في الصف الاول دوت، اول ما يتملي التريجر هيشتغل اللي تحت دوت. هيشتغل بقى وهيكمل بعد كده يخش في بقيه الخطوات. طبعا الكلام ده ممكن يحصل من كذا سوفت وير تاني، مش شرط يكون بس جوجل شيتس. زي ما انا حاطط لك شويه امثله هنا، ممكن يكون من اير تيبل. اير تيبل ده زي جوجل شيتس بس يعني شكله ارقى شويه، فاهم؟ نوشن برضو مشهور جدا. وعندك بوستجريس. دلوقتي خلينا نشوف واحده من اهم واسهل التريجرز اللي ممكن تعملها ان وهي السكيدول تريجر. دي باختصار انت بتقول له في وقت معين كل يوم او كل يومين او كل اي حاجه انت بتحددها اعمل لي او فاير التريجر ده. بس كل ده هو ده الموضوع يعني. خلينا ناخد هنا مثال في موضوع الار اس اس. فاكرينه احنا كنا بنعمل ايه؟ بنخلي تريجر هو الار اس اس فيد. هنا الفرق بقى ان احنا بنخلي تريجر هو السكيدجول، وبنقول له لم لي بقى الاخبار بعد مثلا وقت معين، بدل ما هو كل خبر بينزل بيجيبه لي، لا لم لي الاخبار. وفي ميزه هنا في الموضوع ده، تعالى اوريهولك. تعالى ناخد نفس المثال بتاع التنس، نفس اللينك بالظبط. هناخده كوبي بيست وهوريك ايه الفرق بينهم، عشان في فرق يعني ممكن يختلف في استعمال الورك فلوز. يعني ممكن ساعات انت عايز تبقى تعمل تريجر الار اس اس فيد، وساعات تبقى عايز تعمل سكيدول تريجر، على حسب انت عايز تعمل ايه. هوريكم الوقت ناقصه ايه. فخلينا نشغل دوت ونشوف ايه الفرق بينهم. الفرق زي ما انت شايف ان بيطلع 20 خبر، اخر 20 خبر نازلين عن الحاجه اللي انت حطيت اليو ار ال بتاعها او اللينك بتاعها. زي ما انت شايف 20 خبر مره واحده. لما احنا كنا بنعمل ار اس اس فيد التانية، تعالى اوريها لك عشان بس تفتكر. لما كنا بنشغلها كان بيجيب ايتم واحده بس، زي ما انت شايف حاجه واحده بس اللي خارجه، وهو الخبر اللي لسه نازل او اخر خبر نازل. بس طبعا احنا هنا عشان بنعمل تيست فهو بيشتغل على طول، لكن انت لما تعمل ببلش كل ما خبر بينزل بيشتغل. بعد كده عندنا تريجر مهمه جدا جدا الناس بتنسى تتكلم عنها طول الوقت، وهي الايرور تريجر. التريجر ديت بتشتغل
بص هوريك مثال عشان تفهم على طول، لان مهما شرحت مش هتقدر تفهم غير لما تشوفها قدامك. التريجر ديت احنا بنقول لها اول ما ايرور بيحصل في ورك فلو تانية، اعملي اشتغلي وحطي لي مثلا، انا هنا مثلا عامل ايه، ان التريجر ايرور تريجر دي اول ما تشتغل من ورك فلو تانية، خد بالك ورك فلو تانية بتايرور، فالايرور بيجي هنا الايرور تريجر بيشتغل، اول ما يشتغل بيطلع الايرور ذات نفسه. فانا هنا بحط الايرور في جوجل شيت عشان نبقى عارفين ايه الايرور اللي حصل، وببعت لنفسي رساله على التليجرام عشان اقول يعني ان في ايرور حصل. في هنا سؤال ممكن تساله لنفسك، وهو يعني ازاي اخلي الايرور تريجر ده يشتغل على الورك فلو اللي انا عايزه، يعني اعمل ايه علشان اعمل الحوار ده. فخليني اوريك، خلينا هنا نيجي على ورك فلو في ايرور يعني او مش كامل، زي ما انت شايف اهو العلامه الحمراء ديت. وطبعا الكلام ده ينطبق على اي ورك فلو او اي سيستم انت ممكن تكون عامله، يعني مش شرط يبقى حاجه، فاهم، مش شرط يبقى فيها حاجه فيها ايرور دلوقتي يعني، ممكن تكون حاجه سليمه خالص، بس لما تايرور في حاله انها عملت ايرور يطلع الايرور تريجر. فانا هوريك ازاي بتعمل الكلام ده. هنا بتيجي على settings، بص تيجي على ثلاث نقط دول وبتدوس على settings. ده الكلام ده في اي ورك فلو. تيجي هنا هتلاقي الكلمه دي، بص ايرور ورك فلو. هتيجي هنا هتختار الورك فلو بتاعك، بس لازم تبقى عامل للورك فلو اللي فيها بقى الايرور تريجر ببلش. خلينا نعمل لها ببلش هنا على السريع. تمام. هتيجي بقى هنا مره تانية settings، وهتيجي على الايرور ورك فلو، هتلاقي اهي الايرور هاندلنج، ده اسم الورك فلو اللي انا عامل فيها الايرور تريجر، انا مسميها كده. هتدوس عليها وتدوس سيف. بعد ما تعمل الكلام دوت، اول ما ايرور يحصل في الورك فلو اللي قدامك دي، او ايا كان بقى الورك فلو اللي انت حطيت فيها الكلام ده من السيتنجز والثلاث نقط والموضوع اللي انا وريته لك ده، الايرور تريجر هيشتغل. فاول ما يشتغل هيعمل اللي انت عايزه بعد كده، يعني هيخش بقى في بقيه ايه الورك فلو بتاع الايرور اللي انت عامله. تمام، بس لازم تتاكد انك عامل دي ببلش، ما تنساش. معانا دلوقتي اخر تريجر في الفيديو بتاعنا، وهو الفايل ابلودز. بالنسبه لاكبر منكم هتكون بتستخدم جوجل درايف، يعني في حاجات تانية زي دروب بوكس وبس، اعتقد اغلبنا بنستعمل جوجل درايف. فخلينا ناخد هو جوجل درايف، نخليه هو المثال بتاعنا يعني في التريجر ده. باختصار التريجر دوت انت بتقول له اول ما فايل يتحط في فولدر معين على جوجل درايف ابدا الورك فلو. عندنا مثال مثلا اهو دوت. المثال دوت بسيط جدا، انا ببقى عايز ارفع فايل معين علشان احطه في سوبابيز. سوبابيز ديت هنيجي نشرحها في فيديوهات تانية، بس دلوقتي خد المثال دوت على السريع كده. سوبابيز ده انا ببقى عايز ارفع فايل معين مثلا عن اي حاجة علشان احطه في سوبابيز. تمام. بسيبك دلوقتي سوبابيز هي ايه، مالكش دعوة بسوبابيز، خليك مركز في جوجل درايف. فانا برفع الفايل دوت وعايز اعديه على كذا خطوة. يعني انا مثلا دلوقتي عايز اطلع الاي دي بتاع الفايل، بعد كده عايز اعمل له داونلود، بعد كده عايز احطه في سوبر بيز وهو بعمل له داونلود. فالخطوتين دول انا مش هعرف اعملهم الا لما اعمل تريجر يختار لي الفايل اللي هو لسه نازل، صح. وهنا بتيجي اهميه التريجر بتاع الفايل ابلود. الموضوع بسيط جدا، يعني انت بتيجي مثلا هنا على سبيل المثال الفولدر اللي اسمه بوكس، بتنزل اي حاجه، اي فايل هتنزله هيبتدي التريجر ديت، والورك فلو هيبتدي بتاعك بقى. ودول يا شباب كانوا اهم 10 تريجرز اللي لو عرفتهم تقريبا انت عرفت 90% من التريجرز واستعمالاتهم، لان الورك فلوز اغلبها بتستعمل واحد من 10 دول. طبعا ما ينفعش يبقى عندك غير تريجر واحد بس في الورك فلو، بس ينفع يبقى عندك يعني السيستم مبني على كذا ورك فلو، فيبقى فيه كذا تريجر. على السريع كده يا شباب قبل ما تقفلوا الفيديو، حابب افكركم بالكورس اللي احنا هنعمله كامل ببلاش، اللي بياخدك من الصفر في ان ات ان، ومن اول الاساسيات زي ما انت شايف لحد ازاي تبيع وازاي والمين تبيع، وبنعمل فيه مشاريع من اول المشاريع السهله لحد مشاريع على مواقع العمل الحر. وتفاصيل الكورس ده بالكامل هتلاقيها في اول فيديو. ارجع لاول 5 دقايق في اول فيديو انت هتعرف الكورس دوت بيتكلم عن ايه. بس الفكره ان انا في اول فيديو قلت ان انا هبداه يعني لما انتشر شويه، مش مستني يعني ان انا اوصل 100,000 مشترك ولا حاجه، لا، بس مستني ان انا اوصل مشتركين عدد مناسب، يعني نقول 200 حاجه كده يعني، بحيث ان يبقى في ناس اصلا متابعه الكورس ده او مستنياه او طالباه، يعني فاهمين قصدي. فما تنساش اشترك في القناه وحط لايك، ولو عرفت او تقدر تعمل لي فولو على اي منصه من المنصات التانيه، بحيث ان انت تساعدني اكتر على الانتشار وان احنا نبتدي في الكورس دوت. الكورس ده باذن الله هيبقى كافي جدا ان هو ياخدك من اول الصفر، لو انت ما تعرفش اي حاجه خالص في ان ات لحد اول عميل باذن الله. وكل واحد وارزاقه طبعا، وربنا هو اللي بيرزق، ولكن احنا بنسعى وبنحاول يعني. بس كده يا شباب، ده كل اللي كنت عايز اقوله. شكرا للفرج لحد هنا، واتمنى الفيديو ده ينتشر. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله.